السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يرحم ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة عليها وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات، وربي ينصر خاوتنا في غزة يا رب، والقافلة اللي راحت لها ما شاء الله يا رب. المهم احنا الموضوع هذا تاع مشاهير تزوجوا، صرا طلاق، صرا مشاكل، صرا فضايح. انا واش حبيت ندير من الفيديو هذا، احنا ما عشناش معاهم وما على بالناش بالحقيقة كما هي. الزوجين الشيء اللي بيناتهم يعلموه غير هما، الشيء اللي كاين هذاك اللي تسمع رانا نسمعوا فيه منا من الناس، ولكن حبيت نتعلموا دروس. كاين نقاط هنايا سمعتها، قلت النقاط هذو ان شاء الله نديرهم دروس لنحولاتي عسولاتي، خاصة أن الأغلبية فتيات في العشرينيات يتعلموا من أخطاء تاع الغير. مش بالضرورة الإنسان يتعلم من الخطأ دارو هو ولا صرالو هو في نفسه، ممكن جدا وكثيرا ما نتعلموا من أخطاء الغير. تشوف مشاكل صرات قدامك تتعلم، خلاص تعلم الدروس. المهم بلا ما نطول عليكم، خير الكلام ما قل ودل، ندخل مباشرة. هي ذكرت نقاط هذه الطفلة، هذه المرأة قالت باللي النقطة الأولى زوجتني يما فورسي، قالت امها زوجتها فورسي بهذا الانسان وهي ما كانتش قابله به. الحاجه الاولى اللي لازم نتعلموها باللي يا الوالدين على وجه ربي ما تزيدوش تحتموا على ولادكم، سواء تحتموا على الطفل تجيبوا له وحده ماهوش حابها، ولا تحتموا على الطفله تجيبوا لها واحد ما هياش حبته. مفهوم؟ تاع نضغطوا على ولادنا ونجيبوا لهم الطرف الثاني اللي يكمل لهم حياتهم هما ماوش عاجبهم وماش قابلينه، وهذا راهو جرم في حقهم. الحاجه الثانيه الاخت قالت لك ديتو فارسي، كيفاه وحده تدي واحد فارسي ماش حبته وتلقاهم يجيبوا معاهم 3 ولاد 4 ولاد 5 ولاد. يا نحولتي يا عسولتي، واحد ماوش عاجبك ما كيش قابله به وما كيش وزدتي كي عشتي معاه شتي امور ما هياش مليحه اللي راها تحكي فيها، عليه نجيب انايا الاول والثاني والثالث. اسيدي الاول نقولوا الاول جابوا ربي، علاه نلحق الثاني والثالث. هذه غلطه تقع فيها الكثير من المتزوجات. الراجل ما هو راجل، كارثه، مش نشفها ما يصرفش عليها يضربها، فيه العيوب السبعه وهي تبزبز معاه في الوالد واحد مورا واحد، ومن بعد تقول لك هذا مكتوب ربي رزق ربي. لا 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 لا، الانسان ما يرميش بنفسه، ما يلقيش بنفسه في التهلكه ومن بعد يقول لصقت وما لقيتش باش نوكلهم وما لقيتش باش ندير لهم واش نجيب الاولاد مع الرجل الصالح، مع الزوج الصالح، ونكون انا صالحه وقادره عليه. هذه النقطه الثانيه حبيت نهضر عليها. النقطه الثالثه خرجت تهضر في فضايحه. هذا دركا طليقه ما هوش زوجها ولكن يبقى بابات ولادها. لما تخرج مراه وتفضح راجلها، راهو من طفله لطفله ويبات من شومبره لشومبره ويحب صغاريات وكذا، هذا الكلام كامل من بعد يتسجل ويبقى كي يكبروا ولادو يعايروهم بيه، يعايروا الوليدات مساكن بالاب كيكون فاسد ولا الام كي تكون فاسده. على ذي ربي سبحانه يقول لك استروا ستيره مليحه ستيره مليحه. دركا انايا عندي راجلي ما هداهش ربي، فيه العيوب السبعه، ما نخرجش نفضحو، ماشي حبا فيه هو، حبا في وليداتي، لانك تفضحي راجلك تفضحي وليداتك، يولي وليداتك ضحكه، يولي وليداتك في المستقبل معايره. يتعلموها هذه وفهموها. كي يكونوا ما عندكش الولاد معاه خذوا بعضاكم، كي يعودوا ما عندكمش الاولاد مع بعضاكم الريش اللي يغلب يعيش، الله يسهل. نقطه اخرى انه هذه المشاكل ما يتحلوش كي تكون وحده عندها مشكل مع راجلها، ما تنوضش للمواقع تعيط وتندب. كاين قانون، كاين محاكم، المشاكل هذو راهم تاع محاكم ماشي تاع مواقع، والناس ماشي راح يديروا لك حل. اللي تلقاه يضحك، اللي تلقاه يستشفى، اللي تلقاه يتمسخر، اللي تلقاه يهاجم على المراه ويقولها ما تحشميش تفضحي في راجلك وتحوسي على البوز، اللي تلقاه يهاجم على الزوج وهذه هي حقيقته وظهر ما يسواش وظهر كذا وكذا. تلقاه يشتم في كلا الطرفين، او اللي يستشفى اكثر من اللي يقولها وخضي، اكثر من اللي يقول يا ستار يا لطيف. وكاين امر ثاني قالت هي باللي انايا تنازلت على حقي وتنازلت على النفقه وتنازلت على قداش مليون وتنازلت على كذا وكذا. يا نساء ما تتنازلوش على حقوقكم، الشرع عطاك حق والقانون عطاك حق، علاه تتنازلي عليه؟ تلعبيها طيبه زعما حنونه اللي تتحكم فيه العواطف، ها واش يصرا فيه اللي تتحكم فيه العواطف وتمشي العواطف، ها واش صرا فيه. عندك عقل هو يمشيك وعندك وليدات تصرفي عليهم، علاه نتنازل انا على حق وليداتي؟ ما نتنازلش على حق وليداتي، حق عطاه لي ربي، عطاه لي النبي، عطاه لي القانون، الله ما نتنازل عليه، الله يسهل عليه يروح يبيع كلاويه.
بما انه طلقني ومخلي لي الولاد راميهم لي انا، ويعاود في الزواجات مع نساوين الاخرى، يجيب لي حق ولادي. وتقول لك درت في الدار وعمرت وكذا. يا المراه قومي يا المراه بدورك كأنثى وفقط. كون جات كل وحده تقوم بدورها كأنثى وفقط، كل واحد ما يستغلها، كون الزوج ما يستغلهاش. حنا يمدوا فوق الجهد، تمد اللي يتمد واللي ما يتمدش لزوجها، ومن بعد تخرج تبكي دمعه وخنونه ضحيه. وانا مشيت معاه بالنيه، وانا عطيته قلبي وعينيا، وانا درت له وعطيته وعاونته وتميزرت معاه وكذا وكذا، ومن بعد دار عليا وخاني. هذه هي الحياه، هكا معروفه من نهار خلقوا جدودنا وجداداتنا وننواتنا، وهما يقول لك اللي تمد بزاف تتعفس بزاف. اللي تمد هي اللي تتبهدل واللي تتمرمد واللي تشوف الويلات الكحلات كامله. وما كاش اللي يقولها كثر خيرك وبارك الله فيك ويعطيك الصحه وراكي بنت فاميليا. يكذب عليك. انا عيش مع زوجي بما يرضي الله. كاين امور نقدر نعاونوا فيها الامور تاع الانثى، ماشي امور تاع الرجل. نتوما تروحوا عند الزوج تقوموا بدور الرجل والانثى والزوجه، ومن بعد الراجل قال لك الراجل هكا طبعه ولاف يوالف بكل سهوله وبسرعه. راجلك على ما ولفتيه، هذه انقشوها في روسكم. وراجلك ما هوش بابك اللي يبكي عليك ويحن عليك، وما هوش وليدك اللي يحطك على ظهره ويدي دور بك الكعبه يحج بيك. الراجل ما هوش ميمتك. قال لك ناس بكري، قال لك اللي زوجت ما داتش بوها ولا اخوها، دات عدوها، كانوا يقولوها ناس بكري. يعني ما نبالغوش دوكا يجيب يقول لك تحريض وما تحريض. لا ماشي، ولكن فيما معنى كي يدور عليك راه يولي عدو. الراجل كي يدور عليك يولي اكثر من عدو. السما ما تحطيش في راسك ديتي باباك يحن عليك يمسح لك دمعتك ويقولها واخذي على بنتي، وما ديتيش اخويك اللي يضرب عليك البارود. هاني باش نقولها لكم يا البنات يا الحراير، التضحيات الزايده ما كلاه. تعتلع بها الحنونه الطيبه المسكينه النيه ما كلاه. وهذه تاع واحد يخرج للمواقع ويدير والله ما راح تربح والو، هي تقول حابه نقلبها راي عام وكذا وكذا، ما راح تربحي والو غير الفضايح ليكل وليداتك. وديما المراه هي اللي يمسحوا فيها الموس، وتخرجي انت اللي خرجتي وفضحتي روحك وفضحتي راجلك وفضحتي وليداتك. الراجل يعاود الزواج وحياته والامور ماشيه تمام 10/10. المراه اللي تقعد بعد الطلاق تقعد تربي وتتمرمد وتتميزر وتقري والضغوطات والمشاكل، وفي كل الحالات ما كاينش مليح. الاجر تديه المراه مع ربي سبحانه. الراجل يخرج من الحكايه راجل ما يتعيبش، المراه هي اللي ربي يجيب الخير.